عليكم شيكي ده المتكلم وياكم حمود الحلبي النسخة الأصلية. هون شت 60 ما بين الأبطال رعب الأدلبي وأزهر القلموني. اسمع هون يوم بعتلن يا بعد قلبي ضل عنكم من 8 دقايق. أوكي هون إننا للشباب عنكم 8 دقايق. الأزهر كتبته رعب الأدلبي عين الله عليه. كان زلمة عم يكتب. هون نزلت لهم القانون نفسه اللي حيطينه هن. وكان الشد شد ربط. اجى هون قام قال لي ما عنده حكم. لبين ما جاب حكمه. هاي ضاف حكمه. انا من عندي جاهز. ونستنى بس يجيب حكمه. جاب حكمه دخلني مرة ابن الشاروت. يا بعد روحي هون استمروا الشباب. الازهر استمر. متهنا هون ايش قلت له؟ الازهر يكسر مايكو. تمام قلت له يكسر مايكو لانه الحكم عم بنضرب او القطع نت. كسر مايك. بعت له هذا الصوت دوسي رعب حلوة اللي قاعد رعب الادلبي ولا بنضرب قطع نت. مكربج ما عم يطلع من عنده دليل متصل. طيب ليش وقت أو قبل الشد كان عين الله عليه وبعد ما نزل خضوعه فكت نسخته؟ يعني بقينا قانون هي تمام. وقف الشد رجع هون صار يشلف وطلع كله نظامي. قمت قلت له وين للازهر يستمر. اوكي قام رجع الازهر صار يستمر. طلع هون اخ بيرغب شد كيف النيمار ابن الشاروت هون ولا عم بنضرب هو كمان قطع نت. لك يا نيمار على الواحد يبرك اعوج وبيحكي سياوي. اوكي شلون يعني بالله العظيم هل معقول يجي الازهر او يبعث حدا يقول لهم كمان اضربوا الحكم نيمار ابن اضربوا الحكم؟ انا يعني كل هالشيء العجي مهبول يجي يضربوا قطع نت انت ومعروف انت حكم. يعني اليوم افترض انه يضرب هو قطع نت. تمام افترض انه هو ضربك قطع ضربه له وده يجي كمان الك يضربك. يعني بقينا قانون. تمام هون انه يا بعد روحي استمروا وطلع شو القطع نت. هي القطع نت. تمام هون يا بعد روحي بعد ما نزلنا خضوع هذا الرعب. اسمعي. والسلام عليكم يا بعد قلبي الشيكي ده المتكلم وياكم حمود الحلبي النسخة الأصلية. معروف من صوت البصمة القوية لا تشكل السيطرة ولا دورية. يا بعد قلبي اليوم جبنا لكم خضوع رعب الأدلبي على يد البطل وحش السكين أزعر القلمون يا بعد روحي. وسبب خضوع رعب الأدلبي ونشد عليه فيروز. أوكي أما وقفنا الشد سيلب صور صاحبه على الخاص اللي رابع الضرب فيروز. وقفت الشد قام شلفون صور وسوي شتيت. قمت رجعت خليت الأزهر يستمر الشد. قام رجع بعد ما الأزهر استمر الشد قام رجع رابع الأدلبي صار يشلف يا بعد قلبي. يعني مبينة انه هي تمثيل. وتمام تمثيل والعجي خاضع رعب الأدلبي. اوكي ويا بعد قلبي اطلعوا النمار ابن الساروت. اطلعوا ينزل خضوع مين؟ خضوع الازعر. ليش؟ لانه انضرب هو كمان فيروز قطع نت. لك اليوم انت كمان شلون ضربت قطع نت وطول الجروب عم تكتب وعين الله عليك. محل هاي تجيك محل هذا السكرين. تمام انت هون قلت انضربت قطع نت عاد شلون مستمر وبيرك عم تحكي وعين الله عليك. لك اليوم لله الامر. اوكي ونقولكم يا بعد روحي هذا صوت نيمار ابن الشاروت. السلام عليكم يا بعد قلبي. تحياتي للفرقان وتحياتي لشبابي السكين يا بعد قلبي. اليوم جيناكم تم خضوع الازرق القلموني بسبب الخضوع انه انضرب الرعب الادلبي قاطع نت وانضرب الحكم نيمار بن الساروت قاطع نت. يا بعد روحي هذا خضوع باطل. اوكي وهي طول ما لكم شايفين الجروب البارون. تمام اسمعوا البارون بيعت له هذا السكرين. بارون الحلبي بيعت له هاي الكتابة وين عفوا بيعت له هاي الكتابة لرعب الأدلبي. تمام أفادي مسكها قام قال له هاي بيعتها رسالة جماعية. تمام قام قال له أفادي هاي بيعتها رسائل جماعية. اوكي طيب شلون دا يجي كمان البارون دا يضرب قطع نت وهو انت كمان مسيفين بعضكم؟ شلون مسيفين بعضكم دا يجي يضرب قطع نت؟
يعني مبين وضربك اياه بامتى بعته طلع بالعشرة، تمام، بالعشرة وعشرة. وهون انت بالعشرة وعشرة لسه اشو بتتحجج، تمام، انه بتنضرب قطع نت. وكمان كان بعته لايش اسمه، وهون نيمار ابن الشارط. الزلمه انضرب قطع نت، لان عم فيديكم شلون مضروبين قطع نت وبركن عم تحكوا وبتكتبوا بالجروب. اجعلوا الله شلون زبطت معكم. ويا بعد قلبي اقلكم اوكي هذا خضوع، هذا خضوع عن نيمار ابن الشارط، تنزلوا على الازعر، هذا باطل اوكي. ومثل ما قلت لكم وهي شرحت لكم السبب، خضوع رعب الادلبي، ونزل هون خضوع نيمار ابن الشارط، خضوع باطل. تشيك تشو يا بعد روحوا نقول لكم تم خضوع رعب الادلبي على يد البطل ابو ازهر القلموني. بعد روحي تشيك تشو للجميع.